هلا بالجزء الأول حكينا عن الترخيص والاعتماد العام والاعتماد الخاص. الآن إن شاء الله سنتكلم عن إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة في هيئة الاعتماد، اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الأردن. يعني الإجراءات اللاحقة مأخوذة من رؤية الهيئة اللي هي الوصول بمؤسسات التعليم العالي إلى مستوى عالي من التنافسية العالمية كرؤية، ورسالتها الارتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي الأردنية وتعزيز قدراتها التنافسية وضمان تطبيقها لأنظمة ومعايير الاعتماد والجودة المتوافقة والمعايير العالمية. يعني هذا جواب على السؤال بالفترة الأولى اللي حكى إنه هل في توافق أو دراسة مع الأنظمة الأخرى. الأهداف الاستراتيجية للهيئة لخصت بهدفين رئيسيين، هو تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي الأردنية وتحسين مرتبتها العالمية. الهيئة تقوم بمجموعة من العمليات اللي هي الاعتماد العام تكلمنا عنه، والاعتماد الخاص تكلمنا عنه كمان، وضمان الجودة اللي سنتكلم عنها بعد قليل، والتصنيف وامتحان الكفاءة الجامعية والإطار الوطني للمؤهلات. ما بدي أتكلم بكثير عن العمليات الجميعها لأنه كل واحد بحاجة لمحاضرة. يعني احنا عندنا، راح ارجع للضمان الجودة، لكن في عندنا تصنيف، عندنا في تصنيفين: تصنيف الجامعات وتم من العام 2017 2018، والآن وضعنا معايير للتصنيف البرامج الأكاديمية، التصنيف الأردني على مستوى البرامج الأكاديمية. في عندنا امتحان الكفاءة الجامعية، برضو هذا الامتحان يعقد لجميع الطلبة في الجامعات الأردنية، للطلبة الخريجين، فبقيس كفاياتهم ومهاراتهم. ويجب هذا الامتحان يعني هو يقيس مستوى البرامج في الجامعات لكن من خلال الطلبة. في عندنا الإطار الوطني للمؤهلات اللي هو NQF National Qualification Framework، هذا برضه اشتغلت عليه الهيئة بالفترة الأخيرة، اللي هو قسم ل10 مستويات، من مستوى KG1 اللي هو بالروضة إلى الدكتوراه. بنرجع لضمان الجودة اللي هو كمفهوم، يعني العملية اللي بيتم فيها الإقرار بجودة أداء مؤسسة التعليم العالي وسلامة إجراءاتها وجودة مخرجاتها بشكل يجعل المجتمع الأكاديمي والتربوي والعام يثق بها ضمن مفهوم المدخلات والعمليات والمخرجات. أهداف تطبيق معايير ضمان الجودة في التعليم العالي مجموعة من الأهداف، وهو تشجيع التميز في مؤسسات التعليم العالي وطمأنة المجتمع والمؤسسات المحلية والعالمية بجودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي، وتشجيع روح التنافس الإيجابي بين المؤسسات والتطوير المستمر والاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية وتطوير مهارات العاملين في مجال التعليم العالي. دورة حياة ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي. أول شيء هو إصدار معايير ضمان الجودة المسؤولة عنها هيئة الاعتماد، وإصدار أدوات قياس معايير ضمان الجودة برضو الهيئة والشركاء. طبعا احنا شركائنا في المعايير وكافة إجراءات ضمان الجودة هن مؤسسات التعليم العالي نفسها وأعضاء هيئة التدريس والخبراء المتخصصين اللي في الجامعات. ومن ثم تطبيق معايير ضمان الجودة اللي هي المؤسسة نفسها، الجامعة ومؤسسة التعليم العالي، وتقرير التقييم الذاتي بتقوم فيه لجنة الإعداد داخل المؤسسة، وتقييم مدى تحقيق معايير ضمان الجودة اللي هي لجنة الخبراء التي تشكلها الهيئة لدراسة التقرير وزيارة الجامعة. تحديد نقاط القوة وفرص التحسين اللي هي لجنة الخبراء عندما تعد تقريرها
توضع في هناك نقاط قوة وفرص تحسين في الجامعة أو المؤسسة اللي زارتها، ومن ثم التوصيات بمنح أو حجب شهادة ضمان الجودة اللي هي لجنة الخبراء توصي لمجلس التعليم العالي إما بمنح الشهادة أو بحجبها، وإذا منحت تمنح على 3 مستويات: المستوى الذهبي أو المستوى الفضي والبرونزي. متابعة التحسين المستمر وفقا لفرص التحسين، برضو مؤسسة التعليم الجامعة نفسها، ومتابعة فرص التحسين لجنة الخبراء المتابعة. احنا لما نعطي شهادة ضمان جودة ما بنترك الجامعة في خلال ال5 سنوات، يعني هي صالحة لمدة 5 سنوات الشهادة، ولكن كل سنة في لها متابعة، والجامعة يجب عليها تقديم خطة تحسينية وتطوير معايير ضمان الجودة وفقا للتغذية الراجعة. طبعا هيئة الاعتماد والشركاء بيقوموا فيها. هلا الإجراءات والخطوات الخاصة لنيل شهادة ضمان الجودة. أول شيء بتتقدم المؤسسة بطلب الترشيح لنيل شهادة ضمان الجودة، ومن ثم بتقوم الهيئة بدراسة أهلية المؤسسة المتقدمة بطلب الترشيح لنيل شهادة ضمان الجودة. طبعا خلينا أورجيكم ما عماله بربط. ما أنا حاط رابط على أساس نعطيكم طلب الترشيح والأهلية، مش مشكلة. اللي هو طلب الترشيح في عندنا نماذج حوالي 16 نموذج بدها تعبيهم الجامعة، من ضمنهم طلب الترشيح، ومن ثم تقوم الهيئة بدراسة الأهلية. طبعا مش أي جامعة بتتقدم لضمان الجودة احنا بنشكل لها لجنة، لازم تكون في عندها أهلية. الأهلية في لها 4 شروط. يعني الشرط الأول إنها تكون مؤسسة تعليم عالي، وإنها بتخرج وماخذة ترخيصها من مجلس التعليم العالي، وإنها تكون قد خرجت فوجين على الأقل من الخريجين، وإنها تكون تخصصاتها جميعها معتمدة اعتماد خاص كما تكلمنا سابقا، وإنها الجامعة نفسها تكون معتمدة اعتماد عام، وأن لا يكون قد وقع على المؤسسة أو على الجامعة مخالفة وعقوبة في السنة الأخيرة من تاريخ التقدم لطلب نيل شهادة ضمان الجودة. بعد ما نتأكد من شروط الأهلية تخاطب الهيئة المؤسسة بقبول طلب الترشيح. بنخاطب احنا اوكي انها مؤهله، بنخاطب الجامعه بنقول لهم انتم مؤهلين للتقدم، فعليكم ان تتقدموا بالدراسه الذاتيه اللي هو سيلف اسسمنت. بعد تتقدم المؤسسه بطلب لنيل شهاده ضمان الجوده مصحوبه بتقرير التقييم الذاتي والرسوم المحدده. طبعا احنا ما بناخذ رسوم من الجامعه الا بعد ما تكون عندها اهليه وتتقدم بدراستها الذاتيه. نقوم بدراسة الطلب من قبل مديرية الجودة في الهيئة، وتزويد المؤسسة خطيا بقرار رفض أو قبول الطلب شكلا في مدة أقصاها 6 أسابيع من تاريخ تقدم الطلب. احنا لما يجي الدراسة الذاتية من المؤسسة بنقوم بدراستها في المديرية. يعني أنا مدير ضمان الجودة في الهيئة، وبنخبر الجامعة أنه أنتم مرات بيكون في شكلا في أخطاء أو يعني مش مستوفي للشكل، بنخاطبهم أنه يصوبوا الوضع ويرجعوا لنا إياه مرة ثانية. بعد قبول الطلب شكلا تقدم المؤسسة 6 نسخ ورقية ونسخة إلكترونية من الدراسة، وطبعا وفقا لتعليمات متضمنة. احنا في عندنا دليل اسمه دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة في كل الخطوات، موجود بإمكان الجميع يطلع على المعايير ضمان الجودة على موقع الهيئة اللي هو hiac.org.jo. في جميع المعايير ضمان الجودة والاعتماد، ويعني كل ما تكلمنا فيه موجود على موقع الهيئة. طبعا لا يجوز بعد
ما تتقدم المؤسسة بتقريرها النهائي إنها تضيف عليه أي شيء، انتهى. سيتم تقييمها على التقرير اللي تقدمت فيه بعد ما قلنا لهم في عليه بعض التعديلات. بعد ما ترجعوا الجامعة، احنا بنشكل في هيئة الاعتماد، تشكل لجنة الخبراء من المختصين بقرار من مجلس الهيئة. الهيئة فيها مجلس هيئة الاعتماد، وتقوم لجنة الخبراء بمراجعة التقرير الدراسة الذاتية. ويعني هنا بيجي عمل اللجنة يعني مش سهل ويأخذ وقت طويل. يعني في اجتماع قبل الزيارة، اجتماع أو اجتماعين على الأقل للجنة قبل الزيارة، بدرسوا التقرير، نحكي لهم يعني هم خبراء، ولكن بنذكرهم في إجراءات التقييم وإجراءات الزيارة، وبنعطيهم مدة تقريبا لا يقل عن 10 أيام يدرسوا التقرير. وفي عندنا نظام محوسب إلكتروني، الخبير بتطلع. هسا احنا في عندنا 8 معايير رئيسية، معايير الجودة 8 معايير رئيسية، وعندنا 23 معيار فرعي، عندنا 141 مؤشر، وعندنا 346 بند بتقيس هذه المؤشرات. يعني ما في مجال للتحيز من قبل الخبير تجاه الجامعة، لأنه كل معيار وكل مؤشر فيه له عدة بنود أو أسئلة بتقيسه، وكل سؤال فيه له 5 إجابات من 0 ل4. يعني إذا ما كان موجود هذا الشيء، مثلا استراتيجية أو خلينا نقول مثلا ابتعاث، إذا الجامعة ما عندها ابتعاث بتأخذ 0. إذا في ابتعاث عدد ما قليل، يعني في وصف للتدرج من 0 ل4. طبعا هذا قبل. بعدين يحدد يحدد وقت للزيارة، ويعمل جدول للزيارة. وبعد ما تزور اللجنة للجامعة بتطلعوا طبعا على الواقع الفعلي، لأنه الجامعة ممكن هي تكون كاتبة إنها كل شيء عندها توب. لذلك التقييم القبلي لما لجنة الخبراء يقيموا، احتمال يقيموا أعلى من ما هو واقع. هم قيموا على التقرير اللي بين إيديهم. لما طلعوا على الجامعة بيشوفوا على أرض الواقع، بزوروا، بقابلوا، يعني يومين على الأقل، يومين للتخصص اللي هو للبرنامج، و4 أيام إذا كانت ضمان جودة على مستوى المؤسسة. فبيقابلوا مثلا خريجين، بيقابلوا الأساتذة، بيقابلوا جميع، يعني أي واحد بدهم إياه. بيكونوا عاملين برنامج للمقابلة، أرباب العمل، الشركات المدربة، الشركات، يعني بحاولوا يتأكدوا من كل بند مكتوب في الدراسة الذاتية، وبرجعوا يقيموا مرة ثانية كل واحد لوحده. الخبراء بيقيموا أولا وثانيا، قبل الزيارة وبعد الزيارة بيقيموا كل واحد منفرد، وبيبعثوا لنا إياهن على البريد الإلكتروني لمندوب الهيئة، لأنه يكون معهم مندوب الهيئة بيعمل ميرج بين الثلاث مقيمين. هذا 3 مقيمين للبرنامج، بينما المؤسسة بيكون أقل شيء 5 مقيمين، 5 إلى 7. بنعمل افريج، بنشوف شو المستوى اللي متحقق، مستوى برونزي أو فضي أو ذهبي أو حجب، لأنه حجبنا عن بعض الجامعات، عن بعض التخصصات، وجامعات أخذت ذهبي، جامعات يعني كل المستويات أخذوها. بعد ما ينعمل خلينا نقول التقييم الافريج هذا اللي بيعمله المندوب، بيجلسوا لجنة الخبراء مع المندوب جلسة نهائية توافقية، لأنه وصف العلامات من 0 ل4، 0 إلها وصف، 1 له وصف، 2 3 4 إلها وصف. الافريج بيعطي مثلا بدل ما يكون افرض في البند الخامس مثلا 1 أعطى 3 والثاني أعطى 3 والثالث أعطى 4،
مجموعهم 10 على 3 3.3 كذا، هذه ما لها وصف. فبيجتمعوا إما بسووها 3 كلهم أو بسووها 4، بيتفقوا على أنها تطلع رقم له وصف بالنهاية، بس بشرط إنه ما تنزل المستوى المتحقق في التوافقي، ما ينزل عن الأفرج ولا يطلع عنه. افرض إنه بالأفرج أخذوا مستوى فضي، ما بيصير لما يجلسوا جلسة توافقية ينزل عن الفضي أو يطلع للذهبي. لكن مشان وصف اللي هي مجالات التحسين ونقاط القوة بالنهاية بدها تطلع، بجلسوا الجلسة توافقية. بالنهاية بيوصوا للمجلس، لأنه مجلس الهيئة هو صاحب القرار في منح شهادة ضمان الجودة. بيوصوا للمجلس إما المنح أو الحجب، وإذا كان منح بيكون ذهبي أو فضي أو برونزي. وفي علامات طبعا إمتى بيكون ذهبي وإمتى بيكون فضي وإمتى بيكون برونزي. والمجلس هو صاحب القرار النهائي، هم بيوصوا توصية، يعني ممكن المجلس إنه يعطي رأي غير رأيهم، لكن ما حصل خلينا نقول، لأنه المجلس يثق في اللجان اللي بتطلع لجان الخبراء. هاي زي ما حكينا قرار المجلس. المجلس بيصدر قراره إذا بيحجب حجب الشهادة إذا حصلت على أقل من 2 من 4 تأخذ حجب. وإذا حصلت الجامعة أو البرنامج من 2 إلى أقل من 2.8 بتكون برونزية. ومن 2.8 إلى 3 وأقل من 3.6 بتكون فضي. وإذا كانت من 3.6 إلى 4 أو أعلى من 3.6 تحصل على الذهبي. وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل التقدير النهائي لكل من معايير التخطيط الاستراتيجي والبرامج الأكاديمية والبحث العلمي والإفادة عن 2.5 من 4. طبعا بيتم إبلاغ المؤسسة خطيا بقرار مجلس الهيئة، وبيتم إرسال شهادة ضمان الجودة مرفق بها ما يترتب عليها من إجراءات للمتابعة. احنا لما زي ما حكيت بالتقرير بيكون في 3 نقاط. في نقاط قوة حسب المستوى اللي ماخذيته، بنحدد مثلا ممكن تكون الجامعة إذا كانت ماخذة ذهبي ممكن يكون اللي أكثر من 3.5، هاي نقاط قوة. إذا اللي أقل من 3 بتكون نقاط تحسين، هاي يجب على الجامعة أنها تحسنها. ما بين 3 و3.5 بتكون مجالات مقبولة، يعني ما بين التحسين والقوة، والجامعة بتعمل على تحسينها طبعا ورفعها إلى أنها تصير مجالات قوة. هلا إذا حجب عن المؤسسة، إذا قرار المجلس كان حجب، لا يسمح للمؤسسة أنها تتقدم للاعتماد مرة أخرى لضمان الجودة مرة أخرى. إذا كانت ضمان الجودة مؤسسية بده 2 سنين، إذا كان برامجية بدها على الأقل 1 مشان تتقدم من جديد. مراحل منح الشهادة زي ما حكينا بتتقدم بطلب، وبنتحقق من شروط الأهلية، وبنعد المشروع، ودراسة التقييم الذاتي، وزيارة لجنة الخبراء، وجمع البراهين والمؤشرات، وإعطاء التقديرات والدرجات، ومن ثم قرار المجلس إما ذهبي أو فضي أو برونزي أو حجب، وزي ما حكينا 2 و1 ومتابعة. لما نعطي ضمان الجودة احنا بنتابع، يعني ما بنخلي الجامعة حتى بالاعتماد الخاص والعام ما بنخلي الجامعة خلاص انها آمنة إذا أخذت الاعتماد متابعة سنوية للاعتماد العام والاعتماد الخاص. وضمان الجودة كان متابعة سنوية، لكن قبل يمكن 2 شهر أصبح متابعة كل 3 سنوات للمستوى الذهبي، وكل 2 سنين للمستوى الفضي والبرونزي.
معايير ضمان الجودة وأعداد المعايير الفرعية المؤشرات والبنود، هاي اللي حكينا، يعني هاي ملخص لمعايير ضمان الجودة عندنا. المعيار الرئيسي الأول، هاي المعايير الرئيسية. المعيار الرئيسي الأول اللي هو التخطيط الاستراتيجي. في عندنا أوزان، إذا كان للمؤسسة تخطيط استراتيجي 10، وللبرامج 10 كمان. الحاكمية أو الحوكمة 20، وزنها 20 في المؤسسية و10 في البرامج. هلا البرامج ليش 10؟ لأنه المؤسسة اللي هي مجالس الأمناء في المؤسسة أكثر. هسه البرامج الأكاديمية على مستوى المؤسسة 20، بينما على مستوى البرنامج 40، لأنه هو اسمه برنامج أكاديمي. وإذا بنلاحظ عدد المعايير الفرعية كمان، والمؤشرات والبنود اللي بتقيس. يعني شوف البرامج الأكاديمية مثلا 73 بند اللي بقيسوا مؤشرات اللي عددها 25، بينما خلينا ناخذ واحد فرع مثلا تحت اللي هي ضمان الجودة 30 حسب أهمية المعيار. المعيار الرابع اللي هو البحث العلمي والإفاد والإبداعات، برضو المؤسسي والبرامجي نفس الشيء. المعيار الخامس اللي هي المصادر المالية والمادية والبشرية. المعيار السادس الخدمات الطلابية. المعيار السابع خدمة المجتمع والعلاقات الخارجية. والمعيار الثامن اللي هو ضمان الجودة. هاي المعايير الرئيسية، وهي نفسها للبرامج والمؤسسات. معايير ضمان الجودة الرئيسية والفرعية هون اللي هو التخطيط الاستراتيجي. في عندك معاييرين فرعيين اللي هو الرؤية والرسالة والأهداف والقيم، والخطة الاستراتيجية للمؤسسة. والحوكمة عندنا 3 معايير فرعية اللي هي التشريعات والقيادة والإدارة والنزاهة المؤسسية. البرامج الأكاديمية 3 معايير فرعية اللي هي سياسات التعليم والتعلم والخطط الدراسية وتقويم المخرجات التعليمية. والمعيار الرابع اللي هو البحث العلمي والإفاد والإبداعات، اللي هو البحث العلمي والإفاد والإبداعات. المصادر المالية والمادية والبشرية، عندنا المصادر المالية والمصادر المادية والمصادر البشرية. المعيار السادس اللي هو الخدمات الطلابية، التوجيه والإرشاد الطلابي، الخدمات المساندة والتواصل مع الخريجين. والمعيار السابع خدمة المجتمع اللي هي والعلاقات الخارجية، خدمة المجتمع والعلاقات الخارجية. والمعيار الأخير اللي هو إدارة ضمان الجودة، التزام المؤسسة بتحسين الجودة ونطاق عمل ضمان الجودة والمؤشرات والمعايير والمقارنات المرجعية والتحقق المستقل من التقويم. المستويات الشهادة زي ما حكينا، البرونزية اللي هو من 2 إلى أقل من 2 و8، الفضية من 2 و8 إلى 3 و59، والذهبية من 3 و6 إلى 4. هلا في عندنا أدلة لضمان جودة البرامج الأكاديمية، عندنا 19 دليل، وهي الأدلة لكل العوائل التخصصات، العلوم التربوية، العلوم الإدارية، وتكنولوجيا المعلومات. طبعا هذه موجود فيها المعايير نفسها، ولكن في براهين، أدلة وبراهين خاصة لكل دليل أو لكل تخصص من هذه التخصصات. طبعا المراجع اللي اعتمدنا عليها هي قانون هيئة الاعتماد، وقانون الجامعات الأردنية، ودليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة، ودليل التصنيف الأردني للجامعات، وتعليمات الترخيص لإنشاء الجامعات والمؤسسات الجامعية الخاصة وإجراءاته لعام 2017. أنا كان في كذا رابط ممكن إنه نورجيكم إياهن ونستفيد منهن
لكن يعني السيستم ما فتح عليها. ف لغاية هون بنشكر لكم حسن استماعكم، وأي استفسار أهلا وسهلا بكم. أهلا. تفضل. تسمحوا لي بس، في يعني أحد الإخوان سألني سؤال أثناء الاستراحة بتعلق بالجزء الأول، فإحنا بعدنا ما نبلش بهذا خلينا نجاوب. اللي هو سأل عن معدلات القبول في الجامعات الخاصة، هل نفسها معدلات قبول في الجامعات الرسمية عندنا في الأردن؟ فأنا بحكي إحنا عندنا الجامعات الرسمية معدلاتها أعلى بقليل من الجامعات الخاصة في بعض التخصصات، وفي بعض التخصصات الثانية مثلا خلينا نحكي الطب 85 على الأقل للتقدم للطلب. الطب ما في عندنا بالجامعات الخاصة طب لغاية الآن، احنا كله جامعات حكومية. الهندسة والصيدلة 80 على الأقل في الجامعتين الرسمية والخاصة. الهندسة 80 في الجامعتين زي ما حكينا، الهندسة والصيدلة. هلا التخصصات الأخرى 65 في الجامعات الحكومية و60 في الجامعات الخاصة. هون اللي بتفرق بس في التخصصات الأخرى اللي هي الإنسانيات والإدارة اللي هي غير الطب والهندسة والصيدلة. أما باقي ما تبقى نفس المعدلات. ويمكن في عندنا أسباب تتعلق بالقبول الموحد، لأنه إحنا الجامعات الحكومية القبول فيها عن طريق مجلس التعليم العالي في لجنة اسمها لجنة القبول الموحد، يعني مش مباشر للجامعة. بس حبيت أوضح هاي قال يا ريت توضحها للجميع. تفضل دكتور. هو المهم، يعني أنا كيف سأقيس وضع خطة استراتيجية للجامعة بطريقة يعني objective، وما تتعامل فيها العلاقات البشرية بين المقيم والمقيم، وخصوصا في مجتمعاتنا العربية. فكيفية القياس هي نقطة كتير أساسية، لأنه في مواضيع معينة سهلة، أعداد صح. كذا صح. في مواضيع يعني صح. مظبوط. فأريد التركيز كيفية القياس وليس وضع المعيار. معيار شغلة جميلة جدا، لكن كيفية قياسه يعني هي إذا بتشرح لنا. شكرا لك على السؤال يعني رائع. احنا أول شيء حكيت بالبداية قلت إنه في عندنا 346 سؤال. يعني المعيار التخطيط الاستراتيجي بقيسوا مؤشرات، يعني في له حوالي 3 مؤشرات، وكل مؤشر في له أول شيء له حوالي 3 معايير فرعية، وكل معيار فرعي فيه له مؤشرات. يعني في دليل القياس، في عندنا دليل اسمه دليل القياس. هذا دليل القياس لكل معيار فيه أسئلة، والأسئلة فيه عليها علامات، يعني تترجم إلى علامة. هذا التخطيط الاستراتيجي بدنا نشوف إذا إنه مثلا كيف أعد الخطة الاستراتيجية، مين شارك، هل شارك فيها مثلا المجتمع المحلي، هل شارك فيها أصحاب القرار، أصحاب العلاقة، هل عمل تطوير على خطته الاستراتيجية، يعني في كذا سؤال بقيس وبيحولها لرقم. فعندنا في دليل اسمه دليل القياس، دليل يعني زي ما حكيت لك 346 سؤال، ما بخلي سؤال ببالك إلا بيجاوب عليه وبيعطيه رقم بالنهاية متاح موجود على موقع الهيئة. بحوله لرقم، بيعمل لك افريج. في عندي سيستم موجود بعطيني قديش بالنهاية شو مستوى المتحقق، ذهبي فضي برونزي، من خلال الأسئلة ومن خلال العلامات اللي ترجمت. وزي ما حكيت مش مرة واحدة، الخبير بحط أول مرة قبل الزيارة، وأثناء الزيارة بيجاوب، وبعد الزيارة بيرد يقيم، وبجلسوا جلسة توافقية بيقيمه مشان يعطيني علامة إلها وصف. فيعني عملية شائكة معقدة شوي، ولكن بتبعد التحيز من عند الخبير نهائي. تفضل. الله يعطيك العافية دكتور، ما شاء الله. الله يعافيك. بالنسبة لامتحان الكفاءة، ذكرت موضوع امتحان الكفاءة. نعم. امتحان الكفاءة
أحد البرامج بالتقييم البرامج الأكاديمية في الجامعات هو امتحان الكفاءة. نعم. هل في عنصر آخر غير الطلبة، لأنه كنتوا بتسألوا الطلبة وبناء على مخرجات الطلبة بتقيموا الجامعات، هل في عناصر أخرى غير الطلبة، علما بأنه ممكن طالب صراحة هذه إشكالية في عندنا في امتحان الكفاءة، أنه الطلاب الذي يحقد أو خاصة جامعات خاصة إذا الأسعار أو نعم. موضوع حتى لو زعل من موظف التسجيل راح يكون تأثيره سلبي أو غير منطقي أو غير موضوع، مثل ما ذكر زميلنا يعني على الموضوعية في التقييم. هل في عناصر أخرى بتقيموا فيها البرامج غير هذا الأمر؟ وهل يدخل هذا الأمر في شهادة منح الآن 346؟ هل أحد العناصر بتدخلوه موضوع نتيجة امتحان الكفاءة الجامعية ولا لا؟ والمعايير الجودة 346 اللي تكلمتوا عنهم كلهن بشكل أو بآخر لها نسب معينة بتعكس عليهم على الأسئلة كاملة 346 سؤال مثلا هن 346 سؤال بيعكسن ما قلت لك أول شيء 8 معايير رئيسية، في عندنا 23 معيار فرعي. هذول ال 23 معيار فرعي بيعطيني 141 مؤشر بقيسوهم. هلا أهم شيء هن المؤشرات ال 141 كيف بدي أقيسن؟ في إلهم 346 سؤال بتقيس المؤشرات. هلا هذول ما هو كل معيار فيه له عدد من المؤشرات، وفي كل مؤشر فيه له عدد من الأسئلة. الأسئلة مجتمعة 346 بقيسن كل المعايير وكل ما بخطر على بالك. معيار الخطة والامتحان الكفاءة، وهل إنه هذا بيدخل في امتحان الكفاءة؟ هو يعني شيء إضافي. هو يعني احنا التقييم في تقييم الجامعة أو البرنامج من خلال أول شيء الاعتماد العام. الاعتماد العام هذا بقيس المؤسسة. من خلال الاعتماد الخاص نطلع احنا بالاعتماد الخاص قاعدين بنشوف أعضاء هيئة التدريس مؤهلاتهم، هل تخصصاتهم مناسبة لهذا التخصص ولا لا. بنقيس بنشوف المختبرات. في عندنا التخصص في لازم يكون عنده مختبرات معينة. المختبر شو محتوى المختبر بنطلع بندخل عليه بنشوف قائمة ما هو موجود بالمختبر. المكتبة بندخل على المكتبة، في لكل طالب لازم يكون عدد معين من العناوين وليس من عدد الكتب. بندخل عليه يعني كل شيء هذا ايش بالاعتماد الخاص. بعديها تيجي ضمان الجودة. على فكرة ضمان الجودة غير إجباري عندنا. ضمان الجودة هو اختياري للجامعة، بينما الاعتماد إجباري. الاعتماد إنه يكون عندك 4 أعضاء هيئة تدريس حملة دكتوراه، يكون عندك حد أدنى من عدد العناوين في الكتب. ليش؟ لأنه أنت بتيجي على التخصص معين، التخصص فيه مساقات، كل مساق بده يكون موجود عليه أقل شيء 5 عناوين، وكل عنوان بده يكون عليه أقل شيء كتابين، يعني نسختين بدها تكون على رفوف. يعني في كثير، يعني مش بس إنه امتحان كفاءة اللي بنقيس فيه الجامعة. ما بدي أقول إنه هذا يمكن أضعف مقياس، لأنه زي ما حكيت إنه الطالب يمكن ما بده ينصف جامعته، وكونه الامتحان مش إجباري يعني يكتب أي كلام مش واقعي. تفضل. نقل بين الجامعات؟ تتدخل. هل الوزارة تتدخل مباشرة مثلا من حيث القبول المبدئي والنهائي؟ يعني هل تصدر قرار وزاري بقبولهم، ولا الجامعة احنا هنا حقيقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بالجامعات الحكومية هي الجهة المعنية مباشرة بإصدار قرار وزاري بقبولهم النهائي. فيما يتعلق بالسؤال الثاني، هل الكفاءة قصد جنابك؟ يعني حقيقة لحيت على مسألة الكفاءة، بس أنه ما كان واضح لدي شخصيا أنه الكفاءة في جامعات الأردنية باقية لطلبة البكالوريوس، يعني هو لطلبة البكالوريوس. وشفت أنه سمعت أنه غير إجباري. إذا غير إجباري أصلا ليش موجودة؟ هو شكرا جزيلا. الامتحان هذاك اللي مش إجباري ضمان الجودة، تقدم لضمان الجودة.
بينما الامتحان لا، إجباري على كل الطلبة الخريجين، يجب أن يجلس للامتحان، لكن نتيجته ما بتأثر على الطالب. يعني الطالب شرط أنك تتخرج تجلس للامتحان، لكن إذا نجحت أو ما نجحت أنت خريج وماخذ شهادتك. يعني هو تقييم للجامعة أو للبرنامج. بالضبط. هو ربط في فترة من الفترات. مشان يعاقب جامعته. لا، هو في فكرة يعني كانت انه يكون يربط بالتوظيف، يعني شو مستواه. احنا يعني النتائج هو متقن وغير متقن، لانه الامتحان الكفاءة 3 مستويات، اللي هو كان مستوى العام، هذا بقيس بشكل عام، والمستوى المتوسط والمستوى الدقيق. المستوى العام اللي هو بقيس على المعلومات العامة، المستوى المتوسط اللي هو بقيس على مستوى الكلية، والمستوى الدقيق اللي هو بقيس على مستوى التخصص. فكان يربط مع حتى ديوان الخدمة لما بده يوظف كان يربط هذه النتيجة، إلا أنه ما ربطوها لعدم جدية الطالب. وفي نظر يعني هلا إعادة نظر في الامتحان. في بس أكمل جواب الأخ الأستاذ اللي سأل عن تدخل الوزارة في القبول. احنا بعد ما يقبلوا الطلبة بيجي دور للوزارة في الجامعتين، في الناحيتين. أول شيء ناحية الجامعات الحكومية هو بصدر قرار من يعني قرار القبول في الجامعات الحكومية هو قرار من مجلس التعليم العالي، أو اللي هي من خلال لجنة القبول الموحد. الجامعات الخاصة لا، قبول مباشر. بعد ما يتم القبول وينتهي التسجيل والسحب والإضافة وتستقر الأمور بالفصل، تطلع لجان من وزارة التعليم العالي بتدقق على الطلبة اللي تم قبولهم في الجامعات الخاصة والحكومية حتى، لكن هم بركزوا على الخاصة لأنه ما كان من خلال الوزارة. طبعا زي ما حكينا في عندك الهندسة والصيدلة 80 فما فوق، فبدققوا لازم يكون علمي. بيفتحوا ملف الطالب المقبول، بشوفوا انه هل هو محقق لأسس القبول ولا لا، ويجب انها تكون الشهادات موجودة ومصدقة وحسب الأصول. ففي تدخل للوزارة، وكثير من الطلبة بيكونوا مقبولين مش ضمن الأسس، ويلغى قرار قبولهم ويفصلوا من الجامعة. تفضل استاذ. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك دكتور، بدي اسالك عن المعايير. انت حكيت في اوزان للمعايير الثمانيه. نعم. الان المعايير بقيسها مؤشرات، المؤشرات في اسئله نعم. واربع اجابات على كل سؤال. نعم، 5 او 5 اجابات بغض النظر. هاي الاجابه لها اوزان واوزانها مختلفه دكتور؟ الاجابات الاجابات انت قلت الاجابه لها وصف، لها وصف لكن لكل. هل لها وزن؟ نعم، الإجابة لها وزن؟ نعم. هلا الإجابة أنا ليش قلت وصف؟ لا، المعايير هي تطبق على كل الجامعات، ما في يعني جامعة. إذا الأوزان غير مختلفة بين الجامعات. شوف يعني لو فتح كان ورجيتك شغلة، مثلا خلينا نيجي نقول بدنا نقيس الاستراتيجية. استراتيجية في من ضمنها في عندنا معيارين فرعيات. مثلا واحد من المعايير الفرعي، واحد من الأسئلة مثلا بقول لك هل يوجد استراتيجية؟ هل الاستراتيجية واضحة ومعلنة ولعدد لجميع المعنيين؟ هسه بيجي الإجابة إذا لم يكن هناك استراتيجية باجي بحط 0. عدم وجود الشيء أخذ 0. في استراتيجية لكنها مش معلنة، يعني وجدت عنده استراتيجية، هل هي معلنة؟ لا مش معلنة. هل في ناس كثير بيعرفوها؟ لا. إذا بدي أحط لك 1. هاي الوصف. وصف الواحد، وصف 0 إنه لا يوجد. وصف الواحد وصفه إنه توجد ولكن غير معلنة ولا يعرفها عدد كبير من الناس. 2 مثلا موجودة بيعرفها معلنة بس مش كل الناس فاهمينها أو كذا.
هاي 2 لحد 4 في كل وصف في كل علامة في لها وصف. بنعكس هاي بتنطبق على كل الجامعات مش على جامعة معينة، وبنعكس على كل المؤشرات 141 بالطريقة هاي. فلكل مؤشر في له أسئلة، والوصف هذا وصف عام للجميع. تفضلي. كيف مش بحاجة لابتعاد؟ طيب في عندك قرار من مجلس التعليم العالي بأنه يجب أن تبتعث، في عم محددين لك نسبة 2% 5 لا للجميع حتى الجامعات الحكومية. فأنت مش مطبق، إذا ما بدك تبعث مش مطبق الإشي اللي مفروض عليك، فكيف بدك تأخذ 0 طبعا. الأخت. ختام سلمان من الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا سوريا. أهلا وسهلا. مشكور دكتور على كل المعلومات الفائضة اللي قلت لنا إياها، لكن أنا لاحظت إنه هي بتخص الأردن فقط. كنت أتمنى ولو هيك تنبيه بسيط، المفارقات ما بين الدول المشاركة على الأقل، معايير الاعتماد ما بين شو الاختلاف فيها ما بين سوريا ما بين مصر ما بين الإمارات، يعني تسليط ضوء على هاي النقاط. يعني مثلا نحن عندكم المسجلين 1/600، مثلا بسوريا نحن عندنا 1/500. عندكم المدرس 500 600 في فرق أكيد. عندكم المدرس فرضا 1/25، نحن عندنا 1/20. 1/20 بإيش؟ بنسبة أستاذ على طالب. لا ما هو في عندنا احنا في تخصصات إنسانية في علمية. العلمية 1/20، الأدبية عندنا 1/50. هلا بالأزمة تغيرت، يعني اللي أسس معينة صارت 1/30 و1/60. كمان مثلا عندكم امتحان الكفاءة غير إجباري مثلا للتخرج، نحن الطالب لا يمكن أن يتخرج إذا ما نجح في امتحان الكفاءة. لا يعني امتحان الكفاءة أنا حكيت، في أخ حكى أنه إجباري، ما بصير تتخرج بدون ما تدخل، اجلس الامتحان، بس نتيجته هي اللي يعني خلينا نقول الطالب سواء نجح أو ما نجح متخرج. لا نحن عندنا غير، نحن حتما لازم ينجح عشان يتخرج. هاي كويس، ما هو هاي حلو. يعني احنا النقاش هذا انا حكيت الحالة الأردنية. نعم. فمن خلال النقاش هاي استفدنا انه شو عندكم وممكن انه يتعدل اللي عندنا او انتم تعدلوا عندكم. 100%. يعني أنا هي مجرد مداخلة إنه كنت بتمنى يلقى الضوء على النقاط الاختلاف ما بين الدول على معايير الاعتماد. بدها دراسة هاي ثانية إن شاء الله في المؤتمرات القادمة. أهلا، شكرا لك. الله يعافيك. طبعا التوجه اليوم عند الجامعات للعولمة أو العالمية، وبتحاول معظم الجامعات الدخول في تصنيفات عالمية مثل مؤسسة تايمز QS. هذه طبعا المعايير مش خاصة ومتغيرة. نعم. فضمان الجودة في الأردن هل أخذ بالاعتبار ذلك؟ نعم. وما تأثيره على المؤسسات وخاصة في مجالات البحث العلمي نعم. والبيئة وهكذا أمور. نعم. احنا يعني أصلا إذا لما حكيت شو رؤية الهيئة، الوصول بمؤسسات التعليم العالي إلى التنافسية العالمية، هذه رؤيتنا، رؤية الهيئة. شو يعني التنافسية العالمية؟ أنه أدخل في مجالات التصنيف العالمي الQS والجميع هذه وجامعات يتنافس على هذا المستوى. فأكيد أخذت بعين الاعتبار. وإحنا في التصنيف يعني كان في يعني في محاضرة عن التصنيف، بس المجال لا يتسع إنه نحكيها. في من ضمن معايير التصنيف اللي هي الاعتمادات الدولية. يعني الجامعة لما إذا بدها تصنف شو أخذت تصنيفات عالمية، هاي مأخوذة بعين الاعتبار في مجال التصنيف. وعندنا التصنيف المؤسسي البرامجي اللي هو على الجامعات، والتصنيف على مستوى البرنامج يأخذ بشكل كبير البعد الدولي ويأخذ التصنيفات العالمية. وإحنا أخذنا أصلا معاييرنا أخذنا بعين الاعتبار التصنيفات العالمية. أكيد مواكبين إن شاء الله. تفضل المايك. فضل. شو
شكرا على المحاضرة القيمة. أنا استفسر عن المؤسسات اللي بتقدم للطلب لضمان الجودة ويطلع الأداء بتاع ما مستوفية، يعني فبيترتب عليها شنو؟ يعني حجب، يتحجب، بس يترتب عليها يتحجب، يعني ما بيترتب عليها هي قرارات عشان تحسن مستواها في الجودة، بالتالي تحسن مستوى الخريج. طبعا اتفضل. وهل فترة يعني بيكون ملزمة لازم تقدم تاني عشان نطمين، يعني تقول لها خلاص انت ما مستوفي وحجبت منك الشهادة وخلاص، فهل في شرط انك انت بعد 2 أو 3 سنين أو 4 سنين في فترة زمنية عشان تقدم تاني على الأقل الدولة تطمئن بأنه هي قطعت نعم. خطوات في النهاية؟ شكرا. سؤال ثاني، هل مؤسسة ضمان الجودة هل هي قدمت لضمان جودة من مؤسسات عالمية؟ نحن عندنا مثلا في السودان تجربة، المجلس الطبي السوداني حصل على شهادة نعم. ضمان جودة من مؤسسة عالمية، وبعد ذاك يتاح له فرصة يدي شهادة ضمان الجودة نعم. لمؤسسات فرعية، وبالتالي هي اوتوماتيكلي بتكون حصلت على شهادة. نعم ممتاز. شكرا جزيلا. شكرا لك يا سيدي. بالنسبة للسؤال الأول اللي هو إذا تم الحجب عن مؤسسة، هل في زي ما حكينا بالبداية أصلا ضمان الجودة هو غير إجباري، فالمؤسسة اللي تقدمت وانحجب عنها احنا بنقولها معك إذا كان على مستوى المؤسسة 3 سنوات، كان 3 سنوات، بعد 2 تقدر تقدم مرة ثانية، وإذا كان على مستوى البرنامج بعد 1 سنة. ولكن احنا بنودي له، يعني بنبعث للجامعة هاي اللي انحجب عنها تقرير لجنة الخبراء اللي في أسباب الحجب، يعني مجالات التحسين. هو مجال التحسين احنا استبدلنا نقاط الضعف بشيء اسمه مجال تحسين، يعني بإمكانك تحسن بالنقاط التالية. فإحنا بنبعث للجامعة اللي تم الحجب عنها تقرير اللجنة ومجالات التحسين، وبنقولها أنت معك 1 سنة للبرنامج مشان تقدمي من جديد، وهي المجالات اللي لازم تشتغل عليهن. والمؤسسة بنقولها معك 2 سنين مشان تشتغلي على هذا المجالات التحسين وتقدمي من جديد. بالنسبة للاعتماد الدولي، احنا الهيئة هي مشتركة في هيئات المنظمات العالمية، منظمة الجودة والمنظمة العربية الشبكة العربية للجودة كمان، فهي عضو في اللجان. أنا مطلوب مني إنه أنهي، بس خلينا نأخذ آخر سؤال. الله يعافيك. شكرا لهذه المحاضرة المفيدة. أنا أسئلتي شوية مختلفة إن شاء الله نقدر. بالنسبة لهذه الأسئلة التي حضرتك أشرت إليه أثناء ملء الاستمارة من قبل الطلاب، هل قمتم باهتمام ببعض النواحي النفسية والشخصية، مثلا اتجاهات والميول الطلبة نحو الاختصاص أو الباك جراوند، الخلفية الطلبة حول هذه الاختصاص الذي يختارها الطالب؟ وهل هناك فرق بين التخصصات العلمية والإنسانية في الاستمارة؟ شوفي، هو بالنسبة لضمان الجودة في معيار بخص الطلبة، معيار كبير، وفي من ضمن مؤشراته والأسئلة، في أسئلة تتعلق أسئلة نفسية وأسئلة ميول، يعني كل ما يتعلق بالطالب موجود ضمن المعنى. بإمكان يعني الكل يدخل HEAC اللي هي HEAC.org.jo، هذا موقع الهيئة. على كل معي بطاقة بنعطيها لأي، لا والله يمكن مش موجودة على بطاقتي، ما بنقدرش نكتب هون. هيئة اعتماد مؤسسة التعليم العالي، بس هيئة الاعتماد الأردنية بتعطيك HEAC.org.jo. وإن شاء الله نكون ما أطلنا عليكم وما كنا يعني ثقيلين الظل عندكم. أهلين، شكرا لك. تفضل.
شكرا لقدومكم. الآن نجذب انتباهكم بأننا في تمام الساعة 4:15 لدينا سفرة سياحية للمناطق الآتية: المنتزه هواري شار، وأيضا جبال أزمر، ويكون عشاؤنا في منطقة سيتك السياحية. والآن تفضلوا إلى الباصات للتوجه إلى أوتيل تايتانيك للاستراحة حتى تمام الساعة 4. تفضلوا. شكرا لكم.